فيلمنا بيبدأ بساندرا اللي بتشتري كتاب، وبيعجب صاحب المكتبة بيها وبيعزمها على العشاء لكنها بترفض، وبتطلع فلوس الكتاب من الشنطة بس بتكتشف إن مش معاها كاش، فبيعرفها توم إنها تقدر تمر عليه في أي وقت وبتشكره وتمشي. بترجع بعدها علشان تديله الفلوس وتقوله إنها غيرت رأيها وعايزة تخرج معاه، وفعلا بيخرجوا سوا وبيبدأ يحكي لها عن وفاة أمه، وهي كمان بتحكي له إن أهلها ماتوا من وهي صغيرة وإنها ما عندهاش غير أخوها. تبدأ قصة حب توم وساندرا اللي بيتعرفوا على بعض أكتر. وفي ليلة من الليالي وتوم عند صاحبته سمع صوتها وهي بتتخانق مع حد من ورا الباب، وبعدها بيسأل ساندرا بتقوله إن ده أخوها، وبتعرفه إنه في ورطة وفي ناس عايزة تاخد منه فلوس وإنهم ضربوه وبهدلوه ولو ما دفعش هيموت، فبيساعدها ويقول لها إنه ابن راجل غني وبيديها الفلوس. بعدها بتختفي وبيعرف توم إنه اتضرب على قفاه. طب مين ساندرا وبتعمل إيه؟ كمل معايا علشان تعرف بقية القصة. نروح بقى لساندي. هتقولي مين دي؟ مش دي ساندرا؟ هقولك اصبر بس وهتعرف معايا الحكاية. ساندي بتقابل ست في حانة وبتعرف انها مقبوضة عليها، وعلشان تقدر تكون حرة بتعمل مقابلة كل فترة مع حد من الشرطة، وبتقولها المحققة انها عرفت انها سابت الشغل وان من شروط الافراج عنها انها تكون بتشتغل. بتبدأ تتخانق معاها ساندي ويتدخل راجل كان موجود في المكان ويتفق مع المحققة انها تاخد الساعة بتاعته مقابل انها تسيبها، رشوة يعني. وبياخد ماكس ساندي ويقول لها تشتغل معاه وكمان تغير اسمها لساندرا، وبيبدأ ماكس في تدريب ساندي، أقصد ساندرا، علشان تكون شخصية مقنعة وتقدر تنصب على أي حد بسهولة. وبنعرف هنا إزاي قدرت تنصب على توم المسكين. نيجي بقى لماكس قبل ما يتعرف على ساندي، وقبل ده كله كان رايح زيارة لمامته اللي عايشة مع راجل غني، بيقول لها إنه عايز يقعد عندها فترة. تاني يوم بيرجع ريتشارد وأمه من بره وبيلاقوا فيه شرطي في البيت بيتخانق مع ماكس. الشرطي ده موجود علشان ماكس كان بيبيع مخدرات، فبيحاول ريتشارد يلم الموضوع، لكن بتكتشف ماكس إن دي لعبة بيعملها وإن ده واحد صاحبه، وبيمشي من البيت بسبب الإحراج اللي سببه لأمه. وتاني يوم بتروح له وبنكتشف إنها طلعت نصابة كمان وما طلعتش أمه، وبتقوله إن ريتشارد عايز يقابله، إنهم خلاص على وشك ينهوا العملية. بيقابل ماكس ريتشارد وبيعتذر عن اللي عمله، وأثناء الكلام بيقابل ريتشارد توم ابنه اللي بيعامله بطريقة مش لطيفة خالص. بيعرض ريتشارد على ماكس شغل وبيحاول يغريه بالمبلغ اللي هياخده. بيعرف ماكس إن ريتشارد بيعمل كده علشان يزحلقه ويخلاله الجو مع أمه، فبيستغل الموقف ويقوله إنه عايز فلوس سنة كاملة مقدم. بيحتار ريتشارد وبعدها بيقرر إنه يوافق. بيروح ماكس بعدها البار مع حبيبته النصابة وصاحبهم اللي كان عامل شرطي، وبيحتفلوا سوا ويرقصوا ويوزعوا الفلوس على بعض. وبتتكلم مادلين اللي هي النصابة عن إنها هتروح البيت تتحجج وتقوله إنها ماشية علشان خالتها تعبانة، ويخلعوا بعدها بالفلوس. تاني يوم بتكلم مادلين ماكس وتقوله إن الفلوس كلها هو اللي هياخدها، والخبر التاني إن ريتشارد عايز يتجوزها، وبتقوله يهرب من المكان اللي هو فيه علشان هي بلغت عنه الشرطة. فبياخد ماكس الفلوس وبيهرب. نيجي بقى لمادلين أم ماكس المزيفة اللي بتعيط دموع تماسيح. قال إيه؟ عشان جوزها مات. ما ريتشارد خلاص مات وهي هتورث كل فلوسه، وساب لابنه توم بس المكتبة وجمعية خيرية، وده كمان هيكون تحت وصاية مادلين. وبكده تكون الحرباية تقريبا استولت على كل حاجة. بعدها توم عين مجموعة ناس علشان يدوروا على البنت اللي سرقته، وبيكتشف إنها مدمنة مخدرات، وطبعا بتشك وقتها مادلين إن البنت لها علاقة بماكس. وبعدها بتساعد مادلين توم إنه يلاقي شقة يقعد فيها وتكون قريبة لشغله. وفي الوقت ده بيتصل حد من المحققين على توم وبيبلغه إن هو خلاص لقى ساندرا، وبيبلغ توم مادلين إنهم خلاص لقوها. ومن كلام توم بتعرف مادلين إن أكيد شريك ساندرا هو ماكس. بتقرر مادلين في الآخر إنها تقابل ساندرا وبتبدأ تتكلم معاها، وبتقول لها ساندرا إنها مش عايزة فلوس وعايزة تشوف ماكس، وبتقول لها يستحسن تعرفي هو فين وإلا هتكشف كل أعمالها. بتبعت مادلين لماكس وبتقوله إنهم لقوا ساندرا النصابة وهي بتشرب مخدرات. بعدها بتاخد ساندرا وتقول لها خليكي تشوفيه، ولما بتقابله بتقوله إزاي تعمل فيا كده، وبتسأله أنت حسيت أي حاجة تجاهي؟ بيجاوبها ببرود لأ. وفجأة بيظهر توم مع المحققين اللي واحد منهم بيقول دول استغلوك علشان مادلين توصل للورث، لكنها بترفض تعترف بده. وبياخد توم المسدس ويوجهه على ساندرا لأنها ضحكت عليه، لكنه بيوجه المسدس بعدها على مادلين. بعدها بتحاول توقع منه ساندرا المسدس وبيقع المسدس، لكن بعدها بتاخده مادلين وبتضربه بالنار. وفي الآخر بيموت توم. بتتحايل مادلين عليهم علشان مش عايزة تدخل السجن، وإنها مستعدة ترجع كل الفلوس للمؤسسة الخيرية وكل الممتلكات اللي خدتها. بتتصل مادلين على المحامي اللي بلغها بالوصية
وبتقوله إنها عايزة تنقل كل حاجة باسمها للمؤسسة، وإنها عايزة كل ده يحصل النهاردة. بعدها بيقرر مادلين وساندرا وماكس يسافروا، وهم في الطيارة بنكتشف إن مادلين ما خسرتش أي حاجة لأن المؤسسة تحت وصايتها، وبما إنها نقلت الفلوس للمؤسسة وتوم مات فبرضه كل حاجة بقت باسمها. ولما بتروح بعدها مادلين الحمام علشان تشوف ساندرا وتقول لها اللعبة اللي حصلت مش بتلاقيها، وبنكتشف في الآخر إن دي كانت لعبة عاملينها توم وساندرا علشان يرجعوا فلوس توم تاني. وبيطلع توم عايش وبيشكر ساندرا إنها ساعدته، بتقوله أنا اللي أخدت منك كل حاجة، وبتعتذر تاني. ولازم نعرف إن الحقيقة بتنكشف في الآخر، والنصب مالوش رجلين.